أهلا وسهلا بكم بقناة حديث عراقي. حلقتنا اليوم مؤلمة وغير مسبوقة، وهي عن جرائم المدعو حجاج التكريتي اللي كان واحد من جلادين سجن نقرة السلمان. هذا السجن المرعب مكانه بناحية السلمان اللي صايرة بصحراء محافظة المثنى وقريب على الحدود السعودية. هذا حجاج المجرم كان عديم الرحمة بكل معنى الكلمة، حتى شكله مرعب، طويل القامة، أسمر اللون، ضخم الجسم، ملامح وجهه وعيونه إجرامية، مثل ما تشوفون بالصورة اللي التقطت إله وهو ياكل أفعى. هاي الصورة انوخذت إله أثناء تدريبات لمجموعة عسكريين ضمن ما كان يعرف بقوات المغاوير بمعسكر الرشيد سنة 1983. هاي القوات دربها صدام حسين ووفر لها كل الإمكانيات، رواتب عالية، سيارات، مخصصات غذائية وما شابه. كان غرض صدام هو استخدام هذه القوات لحماية نظامه وأيضا لتعذيب السجناء السياسيين. لابد أن نشير أنه الفضل بنشر الصور الحقيقية للمجرم حجاج التكريتي يرجع للمخرج الكردي فرمان عبد الرحمن وجهوده العظيمة للحصول على الصورة النادرة. فهو جول بين ناحية السلمان، جنوب غرب مدينة السماوة، وراح للبصرة والكردستان حتى يتأكد من صورة حجاج، والضحايا ما أخذوا وقت طويل حتى يستذكرون صورته ويأكدون عليها. ابن السماوة الشاب عذاب الشمري ما احتاج وقت للتفكير لما شاف الصورة وصرخ هذا المجرم الملعون الحجاج. ورا دقائق أخذ الصورة وقعد على الأرض وبدأ يبكي. لابد أنه هذا الشاب استرجع بذاكرته مشاهد مؤلمة من اللي شافه من حجاج التكريتي. عذاب الشمري من سكان ناحية السلمان، كان عمره 10 سنوات بذاك الوقت سنة 1988، ويشتغل بائع متجول، وكان يقدر يوصل إلى أطراف السجن يبيع حلويات ويبيع جقاير وأشياء أخرى يعني للحراس. يقول عذاب كنت أشوف المعتقلين الأكراد يتجمعون حول مقطورة خاصة بالمي ويبدأ الحراس يضربهم. كان الحجاج يطلع صونده ويبدي ينزل عليهم بالضرب. يقول أتذكر لون سيارته لونها أحمر، سوبر موديل 1985، وبنفس الوقت كان عنده سيارة ثانية لاند كروز بيضة. نرجع للمجرم الحجاج. المخرج الكردي فرمان عبد الرحمن حاول ولعدة سنوات يبحث عن أصول وعشيرة هذا الجلاد، لكن ما قدر يلقي أي أثر يدل لا على أصله ولا فصله. حتى اسمه الحقيقي ما حد يعرفه، هو كان يسموه الحجاج التكريتي، وعنده اسم ثاني هو الملازم حجازي. بعدين اكتشف فرمان حقيقة اسم حجاج التكريتي، وهو انه سكان ناحية السلمان اللي بيها السجن هم اللي طلعوا عليه هذا الاسم، لأنهم كانوا يقارنون بينه وبين شخصية تاريخية سيئة الصيت، وهي الحجاج بن يوسف الثقفي، هذا السفاح اللي قتل آلاف البشر بالعراق أيام الحكم الأموي. أغلب ضحايا الحجاج، حجاج عراق صدام حسين نقصد، أغلب ضحاياه كانوا من الأخوة الأكراد أثناء حملات الإبادة الجماعية اللي سماها صدام حسين بذاك الوقت بسنة 1988 بالأنفال. للأسف ما نقدر نذكر كل جرائمه بحلقة واحدة لكثرة جرائمه، وراح نتحفظ على ذكر بعض جرائمه اللي ما تصلح للنشر داخل سجن نقرة السلمان. لذلك وحرصا منا على مشاعر المشاهدين راح نكتفي بجزء بسيط من جرائمه. واحدة من ضحاياه هي السيدة الكردية آمنة محمد اللي قضت أكثر من 3 شهور
بسجن نقرة السلمان، وتتذكر الكثير عن الحجاج. تقول كانت الحياة جحيم، وصل طعم الذل لعظامنا. كان الحجاج مدير السجن، هو المنعني من دفن ابني وبنتي. قتلهم المرض والحر والجوع والعطش بذاك السجن سنة 1988. تقول اجى الحجاج واخذ مني جثثهم هو والحرس، قال احنا ندفنهم. بقيت بالعنبر او غرفة السجن ابكي وانهارت اعصابي. وتتابع هذه الام الكردية اللي شافت المرار على ايد هذا الجلاد الملعون. كان يعاقبنا باي وقت يعجبه، منتصف الليل، الظهر، الصبح، شو وقت ما يحب. ضربني مرة بالصوت لأن تجرأت ورحت ويا عدة نساء القاوش المعتقلين المسنين، تقصد القسم اللي بيه المعتقلين المسنين، وتكلمنا وياهم حول إذا كانوا يعرفون شيء عن مصيرنا وين راح ينتهي، وليش وقت راح نبقى بهذا السجن اللي بنص الصحراء. بذاك اليوم ربط 6 من النساء تحت أشعة الشمس لعدة ساعات، لنفس السبب إنه راحن ذول المساجين كبار السن، ومنع أي واحد يقترب منهن. تقول السيدة آمنة تكمل كلامها كان تشميس الضحايا أو المعتقلين أسلوب من الأساليب اللي يعتمد الحجاج بالتعذيب للمعتقلين السياسيين بسجن نقرة السلمان، وهو أن يخليهم تحت أشعة الشمس لعدة ساعات ويمنع على ذول المساكين حتى المي. كان الحجاج يرافقه دائما كلب أسود ضخم، هذا الكلب مدرب على أكل لحوم البشر اللي ميتين طبعا. كان الحجاج من الرعونة وعدم الشرف إنه ما يسمح إنه يخلون القبر عمقه أكثر من نص متر. حتى الكلاب اللي عايشة بالصحراء أو هذا كلب الأسود بسهولة يقدرون يحفرون ويطلعون جثث الضحايا اللي يتوفون بهذا السجن سيء الصيت. غالبا الموتى كانوا من المرضى من جميع الأعمار، ابتداء من عمر 4 شهور للي عمره 80 سنة، لين ظروف السجن والجو الصحراوي اللي ما تعلموا عليه أو ما معتادين عليه أهالي كردستان، إضافة إلى قذارة الأكل والشرب. كان ما يتحمل الأطفال وكبار السن، أما يصابون بالإسهال أو الغثيان أو أمراض أخرى. هذا الكلام حسب تقارير منظمة مراقبة حقوق الإنسان سنة 1988، إنه انسجن 11,345 مواطن كردي بسجن نقرة السلمان، وللأسف استشهد منهم 6223. نأكد على كلمة استشهد لأن هذول ناس أبرياء، نساء وأطفال وكبار سن. اللي يموت منهم كان الحجاج يرميه للكلاب. نشر الصحفي الأمريكي جيفري جولدبيرغ قصة امرأة كردية اسمها سلمى بابان بمجلة نيويوركر تاريخ 25/3/2002. تقول سلمى بابان بروايتها عن القسوة اللي عاشتها بذاك الجحيم الصحراوي: ما كان نقدر نبقي الجثث ويانا بالقاعة. أول يوم إن بنقرة السلمان مات 30 شخص. بعد عدة أسابيع من الاعتقال تمرض ابنها الصغير اللي اسمه ريبوار، عمره كان 6 سنوات، أصيب بالإسهال. تقول كنت أعرف إنه راح يموت لأن ما كان هناك أكو لا طبيب ولا أدوية. بكى هذا الطفل المسكين يوم 2-3 أيام ويتألم، وبعدها مات بحضن أمه. تقول كنا نصرخ ونبكي أنا وبناتي، وانطيناهم الجثة للحراس نقلوها خارج السجن. بعدها بعد أن توفى ابنها توجهت سلمى للشباك أو النافذة حتى تشوف الحراس وين راح يدفنوه. تقول جسمي تخشب
وفقدت وعي لما شفت الكلاب اللي بالصحراء ماخذة جثة ابنها. شفت رجلين ابني وإيديه بين أنياب الكلاب، كانت الكلاب تأكل ابني. كان صدام حسين يحرص على إيجاد مجرمين من نوعية المدعو حجاج، لأن حجاج وأمثاله مجهولين، أغلبهم مجهولين الأب والأم والعشيرة، وما كان مسؤول ولا عنده رتبة، بس القسوة اللي امتلكها أثناء الخدمة العسكرية وأثناء التدريبات ودخوله بوحدات المغاوير الخاصة حولته إلى جلاد من الدرجة الأولى. كانت القسوة هي اللي تأهله حتى يحصل على الامتيازات، وأهم امتياز الظلم بالأجهزة الأمنية والعسكرية تكون هاي الامتيازات. طبعا قناة حديث عراقي حصلت على معلومات تفيد بأنه الحجاج لقى جزاء العادل على أيدي الثوار العراقيين اللي انتفضوا على نظام البعث بانتفاضة آذار عام 1991. الحجاج استلم أوامر بداية شهر آذار عام 1991 بالتواجد في مقر مديرية أمن السماوة اللي كانوا داخلين بحالة إنذار، لأن بذاك الوقت صدام حسين صدر أوامر لكل الأجهزة الأمنية التواجد بمقراتها حتى يقمعون الانتفاضة. الثوار بمحافظة الديوانية نجحوا بقتل أهم وأبرز الحزبين وسحلوهم بالشوارع، وهجموا على المقرات الحزبية واستولوا على الأسلحة اللي كانت موجودة بها. توجه الثوار المبنى مديرية أمن السماوة وبدت المواجهة. الحجاج وزمرته كانوا من ضمن اللي تم قتلهم، وسحلت جثة الحجاج وجماعته وتم إلقائها بالمزابل القريبة من مديرية أمن السماوة. يقول بعض شهود العيان إنه شافوا جثة الحجاج من ضمن الجثث اللي تنهش بيها الكلاب. الحجاج وأغلب من هم على شاكلته نالوا جزاءهم بالدم